قبل ما نبدأ فيلمنا يا أصدقائي أحب أعرفكم إن أحداث الفيلم ده حصلت بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1971، وكل الشخصيات المذكورة في الفيلم هي شخصيات حقيقية عاشت الرعب الحقيقي ودخلوا في مواجهة حقيقية ضد الشيطان. وعلشان ما نطولش عليكم يلا بينا نعرف الجزء الأول من القصة. نبتدي من سنة 1968. كان في بنتين بيحكوا للمحقق آد. المحقق آد هو عالم في طرد الأرواح الشريرة، هو وزوجته لورين اللي كان عندها مواهب كبيرة في كشف الغموض والأحداث المخفية. كانت البنتين دول بيتكلموا عن الدمية أنابل إنها بتتحرك من مكانها لوحدها وإيديها وراسها بيتحركوا لوحدهم. في مرة كانوا بره ورجعوا لقوها في الطرقة في غير المكان اللي كانوا حاطينها فيه، وفي ورقة مكتوب عليها كلمة اشتقت ليا. ودخلوا الأوضة لقوا كل حاجة فيها متكسرة والحيطان عليها كتابات غريبة وبرضه كان مكتوب عليها نفس الكلمة اشتقت ليا. من رعبهم خدوها ورموها في صفيحة الزبالة في الشارع. وبالليل وهم نايمين سمعوا باب البيت بيخبط جامد، وقامت فتحت الباب لكنها ما لقتش حاجة غير ورقة مكتوب عليها اشتقت ليا. وفجأة باب الأوضة خبط جامد جدا واتفتح ولقوا الدمية أنابل في وشهم. فضلوا يصرخوا جامد من الرعب، والمحقق قال لهم إن ديت روح شريرة تاخد الدمية وسيلة علشان توصل لكم وهي عايزاكم انتوا. وبعدها بنشوف الدكتور آد في محاضرة ليه بيشرح الأحداث اللي اشتغل فيها، وبنعرف إن من بين آلاف القضايا اللي اشتغل فيها فضلت قضية واحدة عنده أسرارها طي كتمان لحد دلوقتي، لكن طبعا القصة كلها محكية في الفيلم ده. نرجع لآد اللي شرح برضه حالة شخص تاني قام بمعالجته اسمه موريس، وده كان أحد الشخصيات الرئيسية في فيلم ذا نان الجزء الأول والتاني، ولما ما شفتهمش هسيب لك اللينك بتاعهم في وصف الفيديو. ونروح لسنة 1971 في مدينة هيرسفيلد في أمريكا. كعادة كل أفلام الرعب بنشوف روجر وزوجته وبناته الخمسة بيعزلوا بيروحوا يسكنوا في بيت جديد بس بيكون بعيد عن البشر، يعني في الأرياف. وبعد ما بيدخلوا البيت كلهم بنشوف روجر بيحاول يدخل الكلب بتاعهم وهو اسمه سيدي، بيحاول يدخله البيت لكن الكلب كان حاسس بوجود أشياء غريبة في البيت وصمم إنه ما يدخلش البيت، فبيسيبها روجر بره وبيدخل ويقفل الباب وراه. وقالت الأم كارولين لبنتها سيندي إنها تنادي على أختها إبريل علشان الليل قرب، لكن إبريل كانت لقت لعبة غريبة وكانت بتلعب بيها. وبالليل كانت البنات بتلعب السغمية، فاستخبت كريستين في أوضة، ولما مسكتها أختها نانسي سمعوا صوت حاجة اتكسرت وبيظهر لهم باب بيودي على بدروم شكله كان مقفول بقاله سنين كتير ومليان بالحشرات والعناكب. وخلصت أول ليلة عليهم في سلام. ولما بتصحى كارولين الصبح بتشوف آثار زي آثار حد قرصها على رجليها، بس استغربت جدا لكنها قامت عادي. وهي واقفة مع جوزها بيسمعوا صوت بنتهم إبريل بتصرخ جامد، وبسرعة يروحوا لها ويكتشفوا إن الكلبة سيدي ماتت، وطبعا السبب مجهول وهم زعلوا جدا عليها. وبعدها بننتقل لبيت المحقق آد وبنلاقيه عامل مكان في بيته حاطط فيه أثر واخده من كل قضية اشتغل فيها. ونشوف من ضمن المقتنيات ديت الدمية أنابل. وبنرجع تاني لبيت أبو البنات اللي الساعة فيه وقفت لوحدها على الساعة 3:07 الفجر، وبندخل أوضة نوم البنات وبنشوف كريستين بتحس بإن حد بيسحبها من رجليها، وقالت لأختها نانسي لكنهم كانوا نايمين وعدت الليلة التانية على كده. لكن الأب كان سهران تحت وبيحس بالباب مفتوح وبيعمل صوت، فراح يشوفه واكتشف إن الصوت ده من فعل الهواء. ولما بيدخل بيشوف بنته أندريا واقفة على السلم وبتقول له إن سيندي أختها بتمشي وهي نايمة وهي اللي بتعمل الصوت ده، فبسرعة يطلع لها وبيشوفها بتخبط دماغها في الدولاب وخدها وهي نايمة وطلعها على السرير. وتاني يوم بنشوف علامات القرص زادت على جسم كارولين بشكل ملفت. بيقول لها روجر لازم تروحي تكشفي عند الدكتور. بعد ما بيخرجوا كلهم يروحوا مدارسهم تفضل الأم وبنتها روري اللي كانت بتلعب باللعبة وخلت أمها تلعب معاها باللعبة، لكنها حست بحاجة غريبة وهي بتتفرج على اللعبة وطلبت منها بنتها إنها تلعبها السغمية. ولما كانت الأم بتدور عليها سمعت صوت تسقيف جاي من الدولاب، فعرفت خلاص إنها فازت في اللعبة. لكن المفاجأة إنها راحت الدولاب وقلبت فيه وروري ما كانتش موجودة فيه. وجات لها روري من الأوضة التانية وقالت لها أنا ما دخلتش هنا أساسا. وبالليل والبنات نايمة فجأة حست كريستين بإن في حد سحبها جامد من على السرير، وتبص على أختها لقيتها نايمة وبدأت تشعر بالخوف، وبصت تحت السرير شافت باب الأوضة بيتفتح لوحده، وبصت ورا الباب وهي بتعيط ومرعوبة جدا. فصحت أختها نانسي بتقول لها قومي في حد واقف ورا الباب. فقامت نانسي تشوف الشخص ده لكنها ما شافتش حاجة، لكن كريستين بتقول لها بمنتهى الرعب اللي في الدنيا إن الشخص ده واقف وراها على طول. وفجأة الباب بيتقفل وبتصرخ كريستين جامد وصحت كل اللي في البيت وراحوا جري على الأوضة، لكن في الأول الباب ما كانش عايز يفتح. ولما دخلوا قالت لهم كريستين في شخص ثالث هنا وهو واقف ورا الباب. فبص الأب ورا الباب ملقاش حاجة وقال لها دي أكيد كوابيس، لكن كريستين أكدت له إنها مش كوابيس وإن الشخص ده اتكلم معاها وقال لها أنا هقتلك وهقتل كل عيلتك. وبعدها بنشوف الأم بتاخد أقراص علاج علشان كانت فاكرة إن اللي في جسمها ده سببه نقص عنصر الحديد. بالليل كانت قاعدة بتطبق الغسيل
ولما خلصت فجأة لقت كل الصور بتاعتهم اللي كانوا معلقينها على السلم وقعت كلها واتكسرت بدون سبب معلوم، ولكنها بتسمع أصوات غريبة وصوت تسقيف جاي من باب البدروم اللي كان بيتفتح لوحده. ونزلت البدروم وكانت خايفة جدا، وجت تطلع لقت الباب اتقفل فجأة وخبطت فيه وقعت من على السلم، وهي في منتهى الرعب بتشوف كورة بتتحدف عليها، بتطلع جري على السلم بتطلب النجدة، وبتنور عود كبريت بتسمع صوت بيقول لها عايزة تلعبي معايا يا استغماية، وفجأة تظهر ايد من جنبها بتسقف، والباب ما كانش عايز يفتح خالص زي ما تكون اتحبست جواه. وتاني بنشوف سيندي بتخبط دماغها في الدولاب وانقذتها المرة دي اندريا، لكن اندريا بتشوف باب الدولاب بيتفتح لوحده وبيعمل صوت خبط مرعب، فراحت تفتح الدولاب وبتقوم سيندي من النوم وفتحت الدولاب وما لقتش حاجة، بس فجأة بتظهر لها الشيطانة والساحرة من فوق الدولاب وبتهجم عليهم، وصرخت بشكل مرعب وجري عليها أبوها، وأخيرا عرفت الأم تخرج من البدروم ويروحوا لأندريا بسرعة وبيشوفوها كأنها في حالة دفاع عن النفس من حاجة معينة، لكن طبعا الشيطان اختفى من المكان. وبعد كده بنشوف العالم آد وزوجته في محاضرة كانت الأم بتحضرها، وبعد المحاضرة راحت طلبت منهم إنهم يروحوا عندها البيت لأن في حاجات غريبة بتحصل في بيتها، فوافق آد ولورين إنهم يروحوا لهم واتفقوا على كده. وتاني يوم كانت البنات قاعدة بتتفرج على التلفزيون والباب خبط وبيكون آد وزوجته ولورين وصلوا البيت، ففتحت لهم الباب كلورين ودخلوا البيت وتعرفوا على روجر وتعرفوا على بناتهم أندريا ونانسي وسيندي وكريستين وإبريل، وقالت لها إن كلهم دلوقتي بيناموا في الصالة علشان بيت أمان ليهم. لكن بتشوف لورين حصل لها حاجة غريبة كأنها حست بحاجة مريبة في المكان، والأم بتقول لآد إنه في الأيام اللي فاتت الوضع كان سيء جدا لأن في ريحة كريهة جدا ظهرت كأنها لحم متعفن، وإن الريحة قوية قوي وموجودة في البيت كله. وآد قال لها إن الروائح دي دليل على نشاط شرير في البيت، وقال روجر إنهم ربطوا الأبواب كلها علشان ما يسمعوش صوت خبط طول الليل، فبيسألوا آد بيقولوا 3 خبطات وتتوقف عند الفجر، فروجر قال أيوة، وقال آد إن الكلام ده بتقصد بيه الإهانة، واتكلموا عن إن في طيور كتير كانت بتخبط في البيت وتقع مذبوحة، وإن كل ساعات البيت على طول بتقف على الساعة 3:07 الفجر. وشافت لورين الصور بتاعتهم اللي وقعت واتكسرت، وشافوا الدولاب مصدر الأصوات دي ونزلوا البدروم. ابتدت تحس لورين بأشياء غريبة موجودة في المكان، وبتقول لآد إن في شيء مريع حصل في المكان ده، وبتشوف آد الإصابات اللي في إيد كالورين وبتقول له إن عندها نقص في الحديد. بدأ آد في تسجيل الأحداث اللي حصلت بصوت كارولين، وتبتدي كارولين تحكي اللي حصل وشافوه في البيت. وبنروح للورين اللي كانت بتتفرج على اللعبة بتاعة إبريل، لكنها بتشوف شخص غريب في المراية وتبص وراها لكنها ما بتشوفش حاجة. ولما خرجت للجنينة وقفت تحت شجرة شكلها غريب، وجه آد وقف وراها لكنها بتشوف رجل ست بشكل مخيف متعلقة وبشنوقة في الشجرة فوق آد على طول، لكنه برضه ما بيشوفش حاجة. ورجع عادي يقول لهم إن البيت ده فيه أرواح شريرة، وإن لورين شافت الكيان الشيطاني اللي ساكن في البيت، وإنها شافته أول مرة لما دخلت من باب البيت، وشافته مع البنات لما دخلت عليهم، والكيان ده ملتصق بعيلتكم انتم، حتى لو سبتوا البيت هيفضل معاكم لأنه بياخد قوته من وجودكم. وقالت لورين إن في أرواح شريرة كتير موجودة في البيت ده، لكنها خايفة من روح واحدة بس لأنها مشحونة بالكراهية. هما هيمشوا دلوقتي علشان يجيبوا معداتهم علشان يعرفوا ويتصرفوا. بعد ما روحوا بيتهم اكتشف آد إن تسجيل كارولين اتمسح ومش موجود، وما كانش عارف السبب. ولورين قالت له على تاريخ البيت وإن اللي بناه راجل اسمه شيرمن سنة 1863، وكان متزوج من واحدة اسمها تشيبا، وإنها قريبة ماري تاون اللي اتهموها بالشعوذة والسحر وشنقوها. وتشيبا بعدها اتجوزت شيرمن وخلفوا طفل، ولما كان سنه 7 أيام ذبحته وقدمته قربان للشيطان، وهربت على شجرة قريبة من النهر وطلعت عليها وأعلنت حبها للشيطان، ولعنت كل اللي يحاول ياخد بيتها وأرضها، وشنقت نفسها. وكان وقت الوفاة الساعة 3:07 الصبح. وورته لورين صور لروح تانية بتقول إن اسم شهرتها واكر، وإنها عاشت في الثلاثينات وابنها اسمه روري لكنه اختفى في الغابة وانتحرت في البدروم، وإن بعد ما اتقسمت الأرض في طفل غرق في البركة وكان عايش في البيت. وحادثة تانية لانتحار ست كانت بتشتغل خدامة في بيت مجاور. يعني باختصار البيت سكنها أرواح شريرة وأشرهم تشيبا. وفجأة التسجيل بيشتغل، ولما بتيجي لحظة كلام كارولين يسمعوا أصوات مرعبة وصراخ، والغريب إن الوقت ده كان الساعة 3:07 الصبح. وتاني يوم رجعوا البيت روجر وجابوا معدتهم معاهم والمساعد رو والظابط هاملتون. بدأوا في تعليق كاميرات في كل مكان في البيت وأجراس على الأبواب وميكروفونات. بعدها بتحكي كارولين عن ذكرياتها الحلوة مع عائلتها وعن أجمل أيام قضوها مع بعض، وعملوا تيست على كل الكاميرات والميكروفونات المتوزعة في البيت وكل حاجة تمام. وبعد كده بيوزع آد الصليب في كل مكان في البيت علشان يستفز الأرواح الشريرة،
وفجأة باب البدروم بيتفتح لوحده وبيشغلوا الكاميرات وينزلوا البدروم، وقال قاد للشيطان لو عايز تكلمنا ادينا إشارة، ولورين بتقول له في حاجة غريبة هنا لكن مفيش حاجة بتظهر، وبيطلعوا من البدروم. لكن بعد ما طلعوا فجأة باب البدروم بيتقفل فجأة. وتاني يوم بتشارك لورين في نشر الغسيل، وفجأة بيحصل هوا جامد جدا ورياح قوية جدا، وفجأة طارت ملاية سرير واتشكلت في شكل إنسان، وطارت ودخلت من شباك البيت، وبيدخل أوضة كارولين اللي كانت نايمة شوية وبيعمل علامات على جسمها، وفجأة بتصرخ جامد وبتظهر الروح الشريرة قدامها على طول وبتدخل جواها. بعدها لورين بتطلع بسرعة علشان تلحق كارولين، بس لقيتها في الحمام ما فيهاش حاجة وسابتها ومشيت. وبعدها بيحكي قاد لروجر على المشكلة اللي حصلت مع لورين قبل كده ساعة ما كانوا بيعالجوا موريس. شافت حاجات صعبة وبعدها حبست نفسها في البيت مدة طويلة. وبعدها بنشوف الضابط دخل يعمل كوباية شاي لكنه سمع صوت همس، وشاف روح الخدامة اللي كانت موجودة في البيت بتقول له شوف هي خلتني أعمل إيه، وهجمت عليه. في نفس الوقت ده بتشوف سيندي ماشية وهي نايمة، وطلعوا وراها بسرعة وحاولوا يفتحوا الباب اللي كان مقفول. وقال المساعد درو إن في شخص موجود معاها في الأوضة، وإنه سامع صوت شخص بيقول اتبعيني وخليكي ورايا، أنا مستخبية هنا. ودخلوا الأوضة لكنهم ما لقوش سيندي، وطلب قاد الضوء الفوق بنفسجي اللي عن طريقه استطاع إنه يشوف خطوات سيندي، وكانت متجهة ناحية الدولاب. وبعد فتح الدولاب لقى آثار خطواتها فيه، وشاف حفرة في الحيطة ورا الدولاب، ولقى سيندي قاعدة جوه في مكان مجهول لوحدها. لكن أبريل قالت للورين إن روري بيستخبى في الدولاب لما بيحس بالخوف، فقررت لورين إنها تدخل المكان ده اللي كان مليان بالعناكب، ولقت فعلا لعبة تانية لروري، وخدت اللعبة معاها ودخلت وشافت حبل عامل زي ما يكون حبل المشنقة، لكنها فجأة بتقع في مكان تاني مخيف. بيحاول قاد بكل الطرق إنه يوصل لمكانها لكنها كانت في مكان ضلمة جدا. ولما شغلت اللعبة بدأت تسمع صوت بيقول هي اللي خلتني أعمل كده، وبنشوف صاحب الصوت ده بيظهر من وراها، وفجأة بيظهر قدامها وكان صوتها مخيف جدا. وفجأة بتظهر قدامها جثة واحدة مشنوقة بتلف قدامها وهجمت عليها، لكن لورين صرخت وهربت بسرعة، لكنها فجأة بتتشد من السلسلة بتاعتها اللي بتتقطع، لكنها عرفت تطلع، وقالت إنها عرفت هي عملت إيه، وإنها استحوذت على الأم علشان تقتل الطفل، وإنها بتزور كارولين كل ليلة وده سبب العلامات اللي في جسمها، وإنها بتستمد قوتها من كارولين. في نفس الوقت بدأت الصلبان تتقلب وتقع على الأرض، وفجأة نانسي بتتشد من شعرها وبتطير في الهواء وبتخبط في الإزاز وبتجرجر على الأرض. لكن لورين اتدخلت في الوقت المناسب، وقرر قادر إنه يروح للكنيسة يستشيرهم، وقال لروجر إن درو هيفضل معاهم علشان لو حصل أي حاجة، وهم كلهم اتنقلوا لمكان تاني. بس لورين قبل ما تمشي شافت خيال بنتها جوري في مية النهر، فخافت جدا وراحت اتصلت بيها علشان تطمن عليها، وكانت بخير، وكانت بتقول ان ده تحذير من الشيطان ليهم. وتاني يوم شاف الكاهن الفيديوهات المتصوره وقال ان اللي حصل ده خطير جدا بس لازم ناخد موافقه الاول قبل اي حاجه، ومشوا على كده. وبالليل بنشوف جوري بتتشد من مكانها وهي نايمه، بتخرج من اوضتها تدور على ابوها وامها، لكن فجاه بيهجم عليها خيال مظلم وبيخبط على الباب جامد، وفجاه بتظهر من وراها الروح الشريره والعروسه انابيل بتبص لها، واختفوا مره واحده والباب اتقفل عليها، وبتستنجد جدتها اللي ما كانتش عارفه تدخل لها. لكن قاد ولورين بيوصلوا البيت وبسرعه يجروا على بنتهم، والشيطان كان بيستعد لحاجه، ونجح قاد في فتح الباب، لكن الكرسي الهزاز فجاه بيطير على قاد وكان عايز يقتله بس ما جاش فيه واتكسر. وراح قاد يشوف انابيل في المتحف بتاعه، والغريب ان لقاها موجوده في الصندوق. وبعد كده بنشوف ان كارولين خدت كريستين وابريل وراحوا على البيت، وبتطلع منها ريحه لحم نتن، وما قالتش راحه فين. ولما عرف قاد ولورين قالت لورين انها استحوذت على كارولين علشان تقتل اطفالها، وقال قاد لروجر اشوفك في البيت بسرعه. وراحت قوات من الشرطه وقاد ولورين وروجر وباقي البنات واقتحموا البيت اللي كان مقفول، وسمعوا صوت صريخ كارولين ولقوها في البدروم ماسكه بنتها وعايزه تقتلها بالمقص، وكان درو بيحاول يمنعها، وعرفوا يكتفوها وياخدوا المقص منها، وكانت حالتها صعبه جدا. بيخرجوها بره وبنشوف العلامات بتزيد في ايديها ووشها بشكل مرعب. وقالت لورين ان الشيطانه مش هتسيبها تخرج من البيت، ولو خرجت الساحره هتقتلها. وفجاه بتطير كارولين للبدروم تاني، بتتسحب بسرعه وبتنزل البدروم والكل راح وراها، وكانت بتطير وبتخبط في كل اركان البدروم وهي بتصرخ لحد ما وقعت على الارض. ودرو اخد كريستين وركبها العربيه ووعدها انه هيدور على ابريل اختها. وتحولت كارولين وبدات تضرب قاد وروجر، واتدخل الظابط لكنها عضته في وشه، وعرفت لورين انها تغطيها بالملايه، وقعدوها على الكرسي وكتفوها وهي كانت بتقاوم بشكل غريب. وقرر قاد انه هيقوم بنفسه بطقوس طرد الروح الشريره ديت، لان كان بعيد ولسه بدري قوي على ما يوصل. ونشوف درو لسه بيدور على ابريل، وبدا قاد في ممارسه الطقوس وبيقرا حاجات معينه من الكتاب المقدس. وفجاه كارولين بتصرخ وبتيجي عاصفه هواء شديده جدا في المكان،
تخلي كل حاجة تقع تتكسر. وبدأت أسراب الحمام تتجمع بره البيت وبتهجم على البيت بشكل مرعب وتكسر إزاز الشبابيك، وحصروا البيت من كل مكان واقتحموا البدروم تحت. وكانت كارولين في حالة هياج شديدة. وبنرجع لدرو اللي بدأ يسمع صوت ابنه وهو بيدور عليها وعرف إنها موجودة تحت الأرض. وبنرجع لكارولين تاني اللي بيخرج دم من بقها، وبدأت المراية تتشقق ويخرج وش كارولين المرعب، والبيت كله كان بيتهز جامد ولا أجدع زلزال، لحد مرة واحدة توقفت لكنها بتترفع من على الأرض واتقلبت وبدأت تخبط في السقف لحد ما وقعت مرة واحدة. لكن الدولاب كان هيقع على آد لكنه هرب بسرعة. وكارولين بتقوم وبتضحك ضحك هستيري، وبيكمل آد الطقوس المقدسة، وفجأة بتبص لروجر وبتقول له بصوت مرعب إنها استحوذت عليها وهي هتموت دلوقتي. ودرو كان بيحفر في البيت لحد ما لقى ابريل تحت وسمعته كارولين وجريت بسرعة علشان تروح لها وخدت المقص معاها، وكلهم جريوا وراها. وقدرت فعلا كارولين إنها توصل لابريل اللي كانت في مكان ضيق قوي ومحدش كان عارف يدخل معاها. وناداها آد باسمها تشيبا وبيقول لها ارجعي مكان ما جيتي. وبدأت تصرخ جامد ومسكتها روجر من راسها بتقول لها دي بنتك ما تستسلميش. وحاول روجر يفكرها بيهم وبالأسرة، بيقول لها ارجعي لينا يا كارولين. وبدأت تفتكر أيامها مع أسرتها، وبدأت كارولين تضعف وترجع لعقلها، ورجعت دم الروح الشريرة وخرجت الروح الشريرة منها. وتاني يوم الصبح بتخرج بره البيت وبتزول كل العلامات اللي كانت على ايديها ووشها، وحضرت بناتها وكانت فرحانة جدا. وآد ولورين هنوا بعض على الإنجاز اللي حصل وبتشكرهم إبريل، وأدت لورين سلسلة هدية. ولما روح آد ولورين لبيتهم أضاف آد لعبة روري قطعة جديدة في المتحف بتاعه. وخلصت قصتنا على كده. وفي النهاية بيعرض الفيلم صور الأشخاص الحقيقية اللي عاشت الحكاية دي. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة دلوقتي وتفعل الجرس علشان تقدروا تشوفوا كل ملخصاتنا اللي جاية. لحد ما اقابلكم في الجزء الثاني، أحلى سلام من حوت الأفلام.